إذا كان هذا نص البلاغ. مرحبا سيد الوزير. سلام. سيد الوزير، السؤال ديالي كيتعلق بالعمليه ديال التسويه الطوعيه الجبائيه اللي اطلقتها المديريه العامه للضرائب. سيد الوزير، هذه العمليه يعني منذ اطلاقها يعني شابتها الكثير من يعني الاشاعات حول مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك حتى اللبس عند المواطنين. والرغم من ان المديريه من بعد ما انتهت هذه العمليه اصدرت يعني الحصيله، ولكن بقي بعض التلبس او الاشاعات كتصاحب هذه العمليه هذه. هل لديكم معطيات جديده في خصوص هذه العمليه هذه؟ ثم السؤال اللي كيطرحه المواطنين بصفه عامه، واش هذه العمليه هذه حققت ما يمكن ان نسميه بالمواطنه الضريبيه يعني، ولا فقط هي عمليه من اجل يعني دخول جيب المواطنين كما يعتبرها البعض؟ طبعا. شكرا. مصطفى الحجري، موقع نيشان. علاقة بحصيلة السنة، سؤالي يتعلق بمدى تمكن الحكومة بتنفيذ الوعود المسطرة في مجال دعم السكن وأيضا في المجال السياحي. السؤال الثاني كيتعلق بالصيغة النهائية للطابع الجمركي مع رئيس بتومليليا. كان هناك دخول أول شاحنة ديال البضائع، هل هناك من المعطيات في هذا الصدد؟ وهناك سؤال إضافي كيتعلق هل هناك خطة استباقية للحكومة قبل عيد الأضحى؟ حنا مازال ما وصلناش رمضان، عرفنا شنو وقع العام اللي فات، واش كاين شي خطة استباقية لمواجهة لتفادي تكرار نفس السيناريو اللي عشناه السنة الماضية، خاصة وأن الحكومة اتخذت قرار بمنع ذبح إناث الخراف، ولكن ما نعينه أنه العملية مستمرة لحد الآن. شكرا. السلام عليكم. أزول في اللون. السؤال ديالي كيمشي في نفس السياق ديال الزميل ديالي اللي هو هل صحيح أنه سيتم إلغاء عيد الأضحى؟ يعني تفصلنا عنه تقريبا 4 أشهر. هل هناك يعني هل حسمت الحكومة في هذا الأمر؟ هل صحيح أنه سيتم إلغاء هذه المناسبة؟ كاين يعني ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك يعني من يتفق هناك من لا يتفق. السؤال الثاني هو بالنسبة لرمضان، تفصلنا عنه فقط تقريبا 2 شهرين، فشنو وجدت الحكومة؟ عرفنا أنه ثمن الدجاج قفز إلى 30 درهم. بغينا نعرفوا واش كاين شي تطمينات من طرف الحكومة للمواطنين في هذا الصدد. شكرا. سيد الوزير، الرأي العام والمعارضة حول مشروع بناء أو المحطة لتحلية المياه بالدار البيضاء تشير أن مؤخرا رئيس الحكومة صرح على أن هذا المشروع لن يكون فيه دعما من الدولة. بغينا توضيح هذا، واش فعلا أنه ما غادي يخش الدعم ديال الدولة أو لا المشروع غادي يستافد من 30%؟ سيد الوزير، مساء الخير. هل قامت الحكومة بتقييم عملية استيراد اللحوم الحمراء الطازجة وغيرها لمعرفة مدى تأثير الاستيراد على الأسعار، علما أنه اتضح أخيرا أن رغم هذا الاستيراد الأسعار ظلت مرتفعة، وهناك توجه جديد نحو وضع سياسة جديدة في الحفاظ على القطيع الوطني؟ شكرا. شكرا لكم على طرح هذه الأسئلة. كما سبق أن ذكرت بذلك في بلاغ الذي تليته قبل قليل، والذي تطرقت فيه إلى العرض الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية حول موضوع تنفيذ هذه حصيلة شبه أولية، هي حصيلة شبه أولية حول تنفيذ قانون المالية ديال سنة 2024. لكن كل المؤشرات وكل الأرقام تؤكد أنها أرقام إيجابية وتمضي في نفس المسار اللي عرفته الإصلاحات اللي عرفتها المالية العمومية مؤخرا. ما فيها بس نعود نذكر بهذه الأرقام لكي تتضح الرؤية بشكل جلي ولكي أتفاعل مع
بعض الأسئلة اللي جات بخصوص التسوية الطوعية. كما قلت العجز ديال الميزانية بخصوص هذه السنة 24 غادي يستقر في حدود 4%، في واحد المستوى اللي هو مستوى تنازلي، وهذا تعهد خدته الحكومة وهي غادية فيه ماضية فيه. دونك كنا في سنة 23 4.3 معدل العجز. هاد السنة هادي مشينا 24 سنة 2024 حنا في 4%. هاد التحكم في العجز شنو هما الأسباب ديالو؟ الأسباب ديالو أولا هو تحسن الموارد العادية بأزيد من 47.4 مليار درهم. دونك الموارد العادية ارتفعت ب 47.4 مليار درهم، أي واحد النسبة ديال 14.6 مقارنة مع سنة 2023. لتستقر شحال وصلت الآن هاد الموارد؟ 371.6 مليار درهم برسم سنة 2024. هاد التحكم هذا كيف ما قلت ارتفعت الموارد العادية، وعلى وجه الخصوص كاين هناك ارتفاع مضطرد للعائدات الجبائية اللي بلغات 35.9 مليار درهم، أي 13.6 مقارنة بسنة 2023. دونك هذا هو اللي مكن هذا الارتفاع في العائدات أو في الموارد العادية، وطبعا اللي منها العائدات الجبائية. شنو هو التطور اللي عرفته العائدات الجبائية، ولا شنو هما يعني الأرقام اللي تحققت خلال سنة 2024 مقارنة مع سنة 2023؟ الضريبة على القيمة المضافة 12 مليار ديال الدرهم، 6 مليار درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، و6 مليار ديال الدرهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في الداخل. إذن هذا تطور العائدات الجبائية مقارنة مع 23. دونك هناك الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت ب 12 مليار، الضريبة على الدخل ارتفعت ب 9 مليار، الضريبة على الشركات ارتفعت ب 8 مليار، الضريبة على الداخلية على الاستهلاك ارتفعت ب 3.7 مليار درهم، واجبات التسجيل ارتفعت ب 1.5 مليار درهم، الرسوم الجمركية ارتفعت ب 1.4 مليار درهم. بخصوص العفو الضريبي اللي تكلم عليه السي رضوان، واللي كان الهدف ديالو هو تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024. إذن هذه العملية اللي عملتها الحكومة مكنت من تحقيق نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية، وهكذا فقد مكنت حصيلة هذه العملية من التصريح بأكثر من 127 مليار درهم. وتعكس هذه النتائج نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، سواء على مستوى ترسيخ الثقة ما بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، أو على مستوى توفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليار درهم. ميزو بعد التصريحات هذه تقريبا 127 أكثر من 127 مليار، لكن العائدات للخزينة أكثر من 6 مليار لأنها محددة بنسب، لكن 5 بالنسبة للداخل و10% بالنسبة للخارج. هذوما لي طول اللي كانوا في لا لوا فينانس. دونك هذه واحد 127 مليار درهم تم ضخها في الاقتصاد الوطني، كانت في القطاع الغير مهيكل، الآن دخلت القطاع المهيكل. هذه دفعة قوية تمويلية للاقتصاد الوطني. من جهة أخرى مكن هذا التطور الإيجابي للموارد من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية. دونك النفقات اللي كانت إجمالية أو اللي كانت إضافية، كنتكلم على العائدات الضريبية وكنتكلم على العائدات العادية
لان هذا باش نميزوا راه 127 اكثر من 127 مليار درهم، هذه راه ديال مالها، يعني ضخوها في الاقتصاد الوطني. لكن العائدات منها الضريبيه هي واحد اكثر من 6 مليار ديال الدرهم. لكن انا دائما كنتكلم على داك 37 مليار درهم اللي تكلمت قلت اللي كانت 35.9 مليار درهم ديال العائدات الجبائيه اللي ارتفعت، هي اللي مكنات باش اننا نواجهوا واحد المجموعه ديال النفقات الاجماليه واللي في الغالب مرتبطه بالجانب الاجتماعي، اما لتغطيه الكلفه الحوار الاجتماعي واما لمواجهه التضخم عبر اجراءات وعبر مجموعه من الامكانيات. اذا قلت من جهه مكن هذا التطور الايجابي للموارد من تغطيه الزياده المسجله في النفقات الاجماليه بزائد 22.2 مليار درهم، اي 5.5% مقارنه مع 2023، والتي ترجع بالاساس الى التدابير المتخذه من طرف الدوله خلال سنه 2024. اولا يتعلق الامر بالرفع من الاجور بالنسبه لمختلف الهيئات الوظيفيه العموميه، خاصه الاطباء والاساتذه الباحثين، موظفي قطاع التربيه الوطنيه، القضاة، مفتشي الماليه، مستشاري القانونيين، موظفي المديريه العامه للامن الوطني، موظفي كتابه الضبط، الممرضين، المهندسين، المتصرفين، المحررين، الموظفين العسكريين، بتكلفة مالية بلغت خلال سنة 2024 13.8 مليار درهم، ما يقارب واستفاد منها ما يقارب 1,127,000 مستفيد. هادو الموظفين اللي استفادوا من هاد الزيادات اللي مرتبطة بالرفع من الأجور. كاين واحد الدعم اللي كان في واحد الفترة ديال النقل، كاين المنحة المخصصة للمكتب الوطني للكهرباء واللي تحدث في 4 مليار درهم، والهدف منها هو أننا نحافظوا على الأسعار ديال الكهرباء في نفس المستوى اللي كانوا فيه خلال السنوات الماضية. راه بلادنا تعتبر من الدول القلائل التي لم تضيف أو ما تزاد حتى شي سنتيم في الكلفة ديال الأسعار الكهرباء، بقيت الأسعار بنفس الكلفة، بالرغم من أن الكلفة ارتفعت، بقيت في نفس المستوى الأسعار لكن الكلفة ارتفعت. هذا هو اللي جعل الحكومة أنها تضخ هذا 4 المليار خلال سنة 2024، واللي جات من هذه المتأتيات اللي تكلمت عليها، من هذه المتأتيات الجبائية. تفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم اللي جات في الأسئلة ديالكم بالنسبة للمواد الغذائية ومحاربة آثار الجفاف، دعم الشعير وأعلاف الماشية والبذور والأسمدة، واللي كيدخل في السياسة ديال حماية القطيع الوطني بمبلغ يناهز 1 المليار، كنتكلم على 24 طبعا، وذلك موازة مع مواصلة دعم الأسعار الأساسية بتعبئة بلغت 25.4 مليار درهم. الحفاظ على دينامية الاستثمار خلال سنة 2024 والتي تمت ترجمتها من خلال ارتفاع إصدارات نفقات الاستثمار ب5.3، ارتفعت ب5.3 مليار درهم، أي 4.7% مقارنة مع 23 اللي تستقر في حدود 116 مليار ديال الدرهم. وعلى ضوء هذا الشيء كله فقد استقر، دونك تكلمت على العجز نخافض من 4.3 في 23 4% من الناتج الداخلي الخام في 24، لكن نفس الشيء بالنسبة للمديونية حتى هي استقرت في 69.5 من الناتج الداخلي عندما تم 2024. هذه أرقام، هذه حصيلة شبه أولية، لكن إلا تأكدت غتزيد تأكد غير بشكل إيجابي ماشي بسلبي، غتأكد غير بشكل إيجابي. دابا الآن نرجع للقضايا اللي ترتيوها في بخصوص الوعود ديال الحكومة في مجال السكن وفي مجال السياحة. نبدأ بالسياحة. السياحة، الأرقام المسجلة إلى غاية نهاية السنة تؤكد بأن بلادنا حققت الأهداف المرسومة برسم سنة 2026، بمعنى الهدف اللي كنا رسمناه باش توصلوا بلادنا في 2026 والمتمثل في جلب 17 مليون سائح، إلى غاية نهاية هذه السنة حققت بلادنا رقما قياسيا تاريخيا في قطاع السياحة، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على بلادنا 17.4 مليون سائح، وهو ما يمثل زيادة بلغت 3 مليون سائح جديد، ونسبة تطور ب20% مقارنة مع سنة 2023. وبفضل هذه النتائج الاستثنائية والقياسية استطاعت بلادنا أن تحقق في نهاية 2024 كيف ما قلت الأهداف التي سبق رسمها في خارطة الطريق الخاصة بالقطاع السياحي، والتي وضع لها أفقا زمنيا هو سنة 2026،
أي أن هذا الإنجاز تم عامين قبل الموعد المحدد، وبذلك، وهذا هو المهم في هذا الموضوع، وبذلك استعادت المملكة المغربية مكانتها كأول وجهة سياحية في إفريقيا. إذن هذا الموضوع هذا كما كتعرفوا بأنه كان وقع تراجع في السنوات الماضية، وكانت دول واحدة أخرى هي اللي تقدمت. الآن بفضل هذه النتائج وبفضل هذا البرنامج وبفضل هذا المخطط الطموح، بلادنا كتحقق تصبح أول وجهة يعني قبل في إفريقيا، وحققنا النتائج اللي مرسومة بخصوص 2026 حققناها الآن. وهذا الموضوع ديال السياحة باش ما نتوقفش عليه كتير، كتذكروا في بداية هذه الحكومة هذه كانت عملت ذاك الدعم الموجه إلى القطاع، وكانت عملت المواكبة، وكان هذه المواضيع كلها يتم يعني انتقادها بشدة. لكن كل المعطيات اليوم تؤكد بأنه راه ماشي كل ما يتم انتقاده راه ما مزيانش. هذا واحد من النجاحات المتميزة، وطبعا هذا نجاح ديال القطاع كله، ديال بلادنا كلها، والفضل يعود فيه لكل العاملين والمشتغلين والمستثمرين والمهنيين والمواطنين عموما. بخصوص دعم السكن، ربما الأرقام كلها بنفس النفس يعني الإيجابي. الهدف المسطر اللي كما كنتوا كتعرفوا بسنة 2024 كان هو يتمثل في دعم 75,000 وحدة سكنية من خلال الدعم المباشر ومشاريع السكن الاجتماعي. النتائج المحققة: تم دعم 94,000 وحدة سكنية موزعة كالتالي: 35,000 وحدة في إطار الدعم المباشر للسكن، 59,000 وحدة ضمن برنامج السكن الاجتماعي. هذا الأداء يمثل 125% من الهدف المسطر. هذه النتائج البارزة تؤكد نجاعة السياسة المعتمدة من قبل الحكومة في هذا المجال. القضايا اللي تكلمتيو عليها اللي مرتبطة يعني بواحد الأمور اللي مازال السابق لأوانه الحديث عنها، كنظن احنا مازال 5 شهور سهلة، 5 شهور ستقع فيها تغييرات، يعني مازال بكري كنظن. ثانيا الاختصاص في هذا الموضوع ثم كتعرفوا هذا، دونك هذا الشيء ما نزربوش فيه النقاش. بخصوص هذه الإجراءات اللي كتقوم بها الحكومة في خصوص دعم يعني اللحوم الحمراء وهذا الشيء كله، لابد أننا يعني نأكدوا على أن المجهود اللي قامت به الحكومة هو مجهود كبير جدا، وكلها الأرقام تؤكده، وهذا الشيء يتم متابعته يوم بيوم. وأكيد اللجان اللي كتشرف على هذا الموضوع خاصة مع قرب شهر رمضان غادي تشتغل على هذا الموضوع هذا، وغادي تصدر البلاغات وتأكد على الوضعية كيفاش عاملة ديال بلادنا، والمواد كلها كيفاش كاينة، وهذه القضايا كلها بشكل يعني مفصل. القضية ديال المحطة ديال التحلية ديال الدار البيضاء، دابا كان عندنا واحد الإشكال، هو أنه المحطة ديال التحلية ديال الدار البيضاء ما تعملتش وقتها، وكنت عملت المحطة ديال الدار البيضاء في وقتها، كون رحنا اليوم ربما هذه الإمكانيات المالية الكبيرة جدا التي يتم تعبئتها في هذا اللوطوغوت دولو وهذا الشيء كله، كون رحنا كنديروا به حوايج اخرين. فالإشكال الحقيقي هو الدار البيضاء ما تعملتش في الوقت، لذلك اليوم من يحاول أنه يدرق الشمس بالغربال، خصنا نشوفوا بعدا علاش هذه المحطة اللي كان المفروض أنها تنتهي في 2016 علاش ما دارتش. آنذاك أسئلة كثيرة سوف نجد لها الإجابة، لكن هذه القضية ديال لا، شوف، ما كايناش ما كاينش شي حاجة اللي ما كتعملش خارج، كاين شي حاجه اللي كتعمل خارج الاطار القانوني، كلشي كيتعمل بالقانون اللي غنقول لك دابا الان. لكن معطيات لا مثلا انا كنقول لك كاينه معطيات اللي غادي تعطى في الوقت المناسب، لكن اللي نقول لك الان هو انه المحطه ما دارتش في وقتها، وهذيك المحطه حيت ما دارش في وقتها هناك اليوم اللي بغى يدرق الشمس بالغربال. شكرا لكم.